السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب الروحانية مجانا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. حبايبي، الكشف العاطفي او الرسالة العاطفية هي طاقة مفتوحة، تشوفوها او تسمعوها في اي وقت يليكم بإذن الله. خدوها بشارة من العبد الشكور لله، وليعلم الغيب الا الله سبحانه وتعالى. حبايب قلبي، الرسالة هنا مش جاية لك بالصدفة على فكرة، ولا جاية لك بالصدفة. الرسالة للرجل والمرأة طبعا. شايفة هنا إن الطرف الثالث قعدت مسكت الحبيب، قالت له بص، انت مفكر حبيبتك دي ملاك، اللي هو عليك انتي. قالت له انت مفكر انها ملاك دي؟ على فكرة ممكن تكون بتعرف حد غيرك. انت مفكر انها مثلا ممكن تكون باقية عليك، او ان هي ما عرفتش حد غيرك. هي قالت له كده، قالت له ممكن مثلا متخيل انها ما عرفتش حد غيرك، او انها م- ما نسيتكش. لو انت مثلا عايش على ذكراها بقى، ولو انت بتفكر ترجع لها، ما هي خايفة احسن يرجع لك. قالت له انت مفكر ايه؟ لا، قال لها انتش عرفك بالكلام ده. طبعا الطاقة بتقول كده، بس انا بوصف لكم الطاقة بتاعته. يعني هي قالت له قال لها انتش عرفك بالكلام ده. على فكرة دي احن منك مليون مرة. قال لها كده، قال لها بصي دي احن منك مليار مرة كمان، مش مليون مرة. انتي اللي شخصية نرجسية، انتي اللي شخصية مسيطرة. أذيتيني وأذيتيها، وفرقتينا عن بعض، فرقتينا، خليتي كل واحد فينا في ناحية. قالت له يعني أنا دلوقتي اللي خلتني، أنا دلوقتي اللي بقيت المذنبة، وأنا اللي بعدتك عنها؟ مش أنت اللي ما صدقت؟ مش أنت اللي ما صدقت وقربت؟ ده أنت كنت تتمنى أشاور لك بصبع إيدي الصغير كده. أنا بتقول له كده، وجريت وسبتها. بقول له جريت وسبتها وجيت لي أنا. ولا أنت نسيت لما كنت بتقعد تقول لي ده انت الحضن الحنين، ده أنا ما شفتش معاها أيام دي كلها أيام سودة، انت البداية بتاعتي، أنا ابتديت أكون معاكي انت. ولا أنت نسيت انت كنت متعلق بيا قد ايه؟ بتقول له كده، نسيت انت كنت متعلق بيا قد ايه؟ الشخص ده يمكن سكت كده حبايبي، مشى كده، قعد يتأمل كده، قعد يتأمل وسكت كده، وفجأة اتدور قال لها أنا مش ذنبي إن انتي واحدة رخيصة بعتي نفسك. قالت له دلوقتي انت بتقول عليا أنا كده؟ قال لها أيوة، لأنك خليتيني أخسرها. أنا كنت منتظر منك أي ردة فعل تحسسني مثلا إني أنا مغلطتش، لكن ردة فعلك معايا أو طريقتك معايا، أسلوبك معايا. قالت له أنا عملت لك إيه؟ رد عليا، قولي أنا عملت فيك إيه؟ أنت طول الوقت شاكك فيا. قال لها آه طبعا لازم أشك فيكي. قالت له يا سلام، تشك فيا ليه؟ قال لها كده أنا لازم أشك فيكي؟ ولا أنت نسيتي أنت وصلتي لي إزاي؟ هو دايما بيشك فيها، دايما يا حبايب قلبي شاكك إنها بتكلم حد غيره أو بتعرف حد غيره. هو دايما حاسس بكده. بيقول لها انت كنتي بتضحكي عليا، انت حطيتي لي السم في العسل، انت ضحكتي عليا ياما واذيتيني نفسيا ياما،
وانا مش هنسالك ابدا المواقف اللي انت كنت بتعمليها معايا. احترمي نفسك كده وعقلي، وافهمي واعرفي ان انا عمري ما هرجع معاكي زي الاول. لو انت فعلا باقية عليا، طبعا هي كانت متنحة مصدومة، يعني حصل ما بينهم صدام، حصل ما بينهم صراع كبير قوي. قال لها لو انت فعلا باقية عليا وعايزاني ابتدي معاكي بداية جديدة، نفسي اشوفك انسانة بريئة. انت انسانة سامة وطاقتك سامة، وحرفيا انا بقلق منك، بقلق من تصرفاتك، بقلق من عمايلك. قالت له انا عايزه افهم انا عملت ايه. قال لها ما اعرفش، مش مرتاح لك. انا بقعد ابص عليكي من بعيد، بقعد ابص عليكي احس ان انا خايف منك، احس ان انا مش مرتاح لك ولا حتى اللي منك. بيقول لها كده، بيقول لها يعني والدتك نفسها مش مريحه، شكلها مش مريح. بيقول لها كده، بيقول لي شكلها مش مريح، طريقتها مش مريحة، طريقتها غريبة، أنا بستغربها، أنا مستغربها، أنا قلقان منها قوي وقلقان منك. ولعلمك حتى لو انت متخيلة ان انا بعمل كده عشان ارجع لها، تبقي غلطانة. انا ما بعملش كده عشان ارجع لها، لاني انا مستحيل ارجع لها هي كمان. قالت له طبعا هي يعني طارت من الفرحة، طارت من الفرحة. بس بصوا يعني عارفين عملت كده، قالت ياه ايه ده، يا ريت. وعينيها لمعت. قال لها مع العلم اني بحبها جدا، وعشان كده مش هسمح لك انك تغلطي فيها. قالت له عشان انت لسه بتحبها مش عايزني اغلط فيها. قال لها بصي دي كان بيني وبينها عشرة برضو، بس هو الموضوع يا حبايبي غير انه كان بينكم وبينه عشرة. الموضوع مش كده. الشخص ده تحسه، اللهم صل على النبي، انه مرعوب، خايف من فكرة انك انت تسيبه خالص. هو كان مطمن بوجودك معاه، الشخص ده كان مطمن بوجودك معاه، الشخص ده كان مرتاح قوي لانك انت موجود معاه. فهو دلوقتي أم، او كان مرتاح نفسيا في فكرة انك انت بتفكر فيه. يعني طاقتك يا صاحب الرسالة كانت واصله له انك انت مش قادر تنساه، واصله له انك انت حاطه في حساباتك. فلما حس حرفيا انك انت نسيته، وصل له احساس انك انت بتغير حياتك. مش عايز تشوف وشه، يعني شوفي منظره. يعني هو دلوقتي عامل لها كده، عامل للطرف التالت كده، تمام، ومعاكم انتوا باصص لكم كده، بيبص وراه. كل ما يحس انه انت قربت تنساه او انت سكت وبتاع، بيتوهم، بيتجن. ده غير انه بيدور عليك دايما. دي الطاقة بتقول انه بيدور عليك دايما، بيخش على فيديوهات، سواء كانت فيديوهات طاروت، بيسأل روحانيين، بيعمل قراءات، فبيسأل على طاقتك. الشخص ده بيدور عليك. بس هو بيقولك هنا، بيقولك أنا عندي عزة نفس، أنا مش ساهل، أنا شخص كويس. خلي بالكم الشخص ده ثعلب مكار، ما يتوثقش فيه برضو. ليه؟ لأنه متغاظ منك قوي. بصوا النظرة، بصوا يا لهوي، بصوا متغاظ منكم غيظة جامدة قوي قوي قوي. خلي بالكم، حرصوا ولا تخونوا. الطرف التالت بقى جريت قالت لا، ده أنا هشتغل له في الأزرق، اللي هي الأسحار يعني. الواد ده ما ينفعش، ده شكله هيرجع لها تاني. قالت لا، وقالت حقي برقبتي.
بكرة إن شاء الله أكمل لكم الطاقة. كانت معكم الروحانية أم جنى، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.